السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا ديجا وجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. النهاردة هنعمل بسبوسة في البيت، مش يعني كل الحاجات اللي هي المكونات بتاعتها هنعملها في البيت، اللي هو كيس الباركيز اللي كنا متعودين نجيبه من السوبر ماركت. سهل جدا، وهنعمل كل حاجة النهاردة في البيت. من دقيق السميد بنجيبه من العطار، وهنكتب المقادير كلها في الديسكريبشن بوكس. اول حاجة هنعمل شربات تقيل من كوباية سكر ونص كوباية مية، ونسيبه على النار لحد ما يغلي. نعصر عليه نص ليمونة ونطفي عليه، ونبدأ نسخن الفرن طبعا عشان لازم تدخل فرن سخن. المقادير اهو: معانا 3 كوبايات دقيق سميد وبيكنج باودر هناخد منه نص معلقة صغيرة، ومعانا كمان 3 معالق كبيرة جوز الهند، ومعانا 3/4 كوباية لبن، و3/4 كوباية سكر، و3/4 كوباية سمنة. الشربات التقيل بقى اللي احنا كنا لسه حاطينه على النار دلوقتي اهو خلص اهو، طفينا عليه. هناخد بقى منه، طبعا يعني يبقى برد، هناخد منه نص كوباية. تمام. المكونات دي كلها بقى مش هنخلطها طبعا كلها مع بعضها، هناخد منها الحاجات الجافة بس. هناخد البيكنج باودر، وهناخد السميد، وهناخد السكر وجوز الهند، ونقلبهم مع بعض كويس جدا في طبق كبير كده زي ما انتوا شايفين. المكونات دي اللي هي الجافة بس. اما المكونات السائلة اللي هي تكون عبارة عن السمنة واللبن والشربات التقيل، دول هيتحطوا في كسرولة صغيرة او في حلة كده صغنطوطة على النار، علشان هندفيهم بس على النار، مش هنوصلهم لدرجة حرارة عالية. تمام، يعني هندفيها بس يا دوبك يدفوا. هنحطها على الخليط اللي احنا لسه خلطينه مع بعض ده. وطبعا مش عايزين ننسى ذكر الله في اي حاجة بنعملها في البيت زي ما قلنا، عشان والله دي اكتر حاجة بتخلينا ننجز، وكل حاجة ان شاء الله تبقى معانا. يعني ربنا بييسر فيها وبتخلص على طول وبشكل كويس. نعمل بقى الشربات بتاع البسبوسة: كوبايتين سكر، كوبايتين مية على النار برضو من غير ما نقلب علشان ما يسكرش مننا، والنار تبقى متوسطة. واول ما يغلي نحط عليه نص ليمونة وباكت فانيليا، بس المرة دي عايزينه سخن، مش هنسيبه يبرد. نجيب صينية مقاس 30 ندهنها بسمنة، ومعلقة طحينة كده، بس هي يمكن الفيديو مش موضحة قوي، بس دي كانت معلقة سمنة ومعلقة طحينة، وندهن الصينية بيها كويس. اهو دلوقتي الخليط دفي على النار، هنحطه بقى على السميد وجوز الهند والبيكنج باودر، ونقلب كويس جدا جدا جدا. نحط بقى كل الخليط ده. بالمناسبة زي أنا تقريبا قلت ان الشربات بتاع البسبوسة لازم يكون سخن، تكون هي سخنة خارجة من الفرن، وهو كمان يكون سخن، ما ينفعش ان هو يكون بارد. مش هتشربه بسرعة. والله يا جماعة الوصفة سهلة قوي، جربوها والله العظيم، سهلة وجميلة فعلا، طعمها احلى كمان من الجاهزة، عجبتنا جدا اكتر من الجاهزة. هنسويها بقى كده في الصينية. لو الخليط لزق كده بمعلقة فيها شوية مية، هنحاول ان احنا نسوي السطح ده بكل سهولة، هيستوي معانا ومش هيبقى فيها اي مشكلة خالص. الفرن سخن طبعا. هنحط البسبوسة في الفرن. في الأول خالص هتبقى درجة الحرارة عالية، ممكن تبقى 200 أو 220 درجة، وبعد 10 دقايق هنبدأ نخفض درجة الحرارة شوية ل180. هنسيبها في الفرن، هي قعدت معايا حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة إلا 10 دقايق، وبقت بالشكل الجميل ده. أول ما تخرج ننزل عليها بالشربات برضو سخن أهو، نسمع بقى صوت الطشطشة الجميلة. بس هنا صوت الكاتل كان شغال فمش واضح قوي الطشطشة يعني، بس هي كانت حلوة قوي. هننزل عليها كده بالشربات كله. هي هتشربه على طول. عايزينها بقى تبقى كمان ما تنشفش وتبقى طرية، لازم ان احنا نغطيها. دي كده تركية انا برضو عرفتها يعني مؤخرا، وحبيت اقول لكم عليها. ماما قالت لي لو عايزة البسبوسة ما تنشفش منك غطيها كده بغطا، هي هتفضل طرية معاكي. جربوها ان شاء الله تعجبكم.